طيب تفتكر ماتشات تانية ايه محمود في السبعينات في الفترة دي؟ يعني بص انا افتكر ماتش الاهلي طبعا ده محفور في ذاكرتي، الاهلي ومونشن جلادباخ ده مش ممكن انساه. كذلك ماتشات الاهلي في بطولة افريقيا في 1981. ليه بقى؟ كان الاهلي برضو ماشي كويس جدا ووصل للدور الاول. طب احنا قبل 81 ممكن انا عارف الماتش ده ممكن تكون انت ما حضرتوش في الاستاد. الاهلي والزمالك 4-2 نهائي كاس مصر. لا انا حضرته في التلفزيون. التلفزيون اتفرجت عليه في التلفزيون. كنا حضرته في الاستاد؟ لا في التلفزيون. كنا في 6 ابتدائي وداخلين على الامتحانات. بالظبط صح. والاهلي كان خسران الدوري بالهدف الاعتباري، وكان ايوه الماتش اللي هو الاسماعيلي فوت فيه للزمالك لما عرف الناحيه الثانيه ان الاهلي كسبان فبقى يفوت للزمالك. والاهلي ليه طول عمرهم كده. والاهلي اللي جم ما اتحسبش في ماتش المحله على فكره. جمال جوده او جمال الجندي على ما اذكر يعني. فكان الكاس ده كان له طعم. الكاس ده كان لازم وليه طعم ان احنا بنلعب الزمالك في النهائي وبنرد اعتبارنا ريفنج بقى. بنرد اعتبارنا على السرقه اللي حصلت. والزمالك طول السبعينات ما كسبش الاهلي الا يمكن في بدايه الماتش المشكله اللي بتاع مروان ده، انما طول السبعينات الاهلي الزمالك ما كسبش الاهلي خالص. وماتش الكاس ده بقى كان ماتش يعني اول مره بالنسبه لي الاهلي والزمالك يتقابلوا في نهائي كاس. وبالنسبه لي الاهلي ما كانش موفق قوي في الكاس في السبعينات، فكان بالنسبه لي كون الاهلي يكسب كاس ويكسب الزمالك في النهائي ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. ففعلا والماتش راح وجا كذا مره وراح وجا يعني لا كان ماتش طبعا لا ينسى يعني ملحمه يعني. مصلحها مصطفى عبده انا بقى في بداية ال 81 كان الاهلي ابتدى يقرر انه يشترك في بطولة افريقيا، لان هو كان ليه تجربة في 77 واتخرج من لا في الفريق الجزائري كان المولوديه، وبعد كده هارتسفوك، وبعد رحله هارتسفوك قالوا لا ده كده ابتدى بقى الاهلي يركز من اوائل الثمانينات في افريقيا، عايز كاس افريقيا. وصل للدور قبل النهائي. انا فاكر ان رحت ماتشات الاهلي دي في بطوله 81 كان الاهلي بيلعب كان في فريق اسمه نايل براوريز. ما انا قلت الاول الاهلي لعب ابالوهيا الكيني. ابالوهيا صح، كسب 3-1 هنا و1-1 هناك. كان بعد ما الاهلي كسب الدوري باسبوع 81. انا حضرت بعد كده ماتش نايل براوريز بقى له الاوغندي له ذكرى معانا كلنا. يعني ماتش ابالوهيا ده كان في الدور كام؟ ال 32. 32. عطيه لمصطفى عبده. مصطفى عبده يرقص بصعب رجله طريقه حلوه يا واد يا لعيب وارضيه والخطيب وبعد كده نايل براوريز في الدور ال 16 في مايو. النايل براوريز بقى كنا احنا لسه مغلوبين من المغرب، مصر والمغرب. خرجنا من كاس العالم تصفيات 81 واحنا كنا خارجين من امتحانات اعداديه. تمام. وغلبنا الاهلي غلب هناك 2-0 ماتش غريب جدا. كان الارض كلها ميه وكان احمد ناجي حتى لو الحارس ساعتها. وكان يعني ماتش كان غريب قوي. انت حضرت ماتش ابالوهيا؟ لا ما حضرتش. انا حضرت ماتش ابالوهيا كان 3-1. لا كان لابس ازرق ساعتها. وحضرت نايل براوريز. ما انا هقول لك بقى احنا جايين على كسبنا 5. احنا جايين على نايل براوريز. خسرنا هناك 2-0. تمام. والاهلي حشد بقى كل قواته وجماهيره عشان خاطر الريفنج بقى ماتش العوده. لازم الاهلي يكسب اكتر من 2 وكان النتيجه برده 2-0 دي نتيجه رخمه طبعا فاهمني. فانت يعني كسبنا المنيا في الكاس 5 هي رسمه في كل الاهرام. وكنا رايحين بقى نلاعب نايل براوريز. انا ده كان اول ماتش اروحه في الاستاد مع اصحابي. انا طول السبعينات بروح الاستاد مع الوالد الله يرحمه. ده كان اول ماتش اروح مع اصحابي الاهلي ونايل براوريز. كان الساعه 4 بتوقيت الصيف اللي هي 3 وكان في عز الحر اخر مايو. وكان ماتش بقى يعني عايزين نكسب باي طريقه. انت حضرت الماتش ده مش كده؟ وقالوا برضه مش هيتذاع وفاكر اللحظه اتذاع والجمهور كان على اخره. صح. حضرت الماتش ده وخلص 5-1 5-0. الاول محمد عباس جاب جون بدري، وبعد كده الخطيب حط جونين حلوين قوي في الشوط الاول كده 3 ضمننا النتيجه. الشوط الثاني زكريا ناصر كان لسه طالع. كان جاب جون في المنيا وجونين في المنيا وجاب جون في الماتش ده كان لسه بدايته. ومصطفى يونس حط بينالتي في الاخر وكسبنا 5-0 من جوه وعرضيه الخطيب. الجول الثاني للنادي الاهلي ولعبها محمد عباس. كرة وردية حلوة قوي للخطيب اللي مكان الوينج الشمال داس عليها وحطها ببط رجله على شمال وينجا
الاهلي بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الاول، وتصبح النتيجة 2-0. وكده وصلنا دور 8. كسبنا دور لعبنا مين بقى في دور 8؟ نيزامبي بطل الجابون. نيزامبي. نيزامبي هناك 1-1. فاكر هناك 1 في سبتمبر. هناك 1-1 كان هناك اتعادلنا ولا اتغلبنا؟ اتعادلنا. كنا اتقدمنا بجون محمد عباس، سلوك بتاع شريف عبد المنعم، كان تصوير هو الماتش الاولاني كان هناك. كان تصوير غريب كده من ورا الجون كده، تصوير غريب قوي. حسام بدري اتطرد بيها وتعادلنا 1-1. الماتش اللي هنا بقى 1-1 المفروض يعني النتيجه الاهلي يعني ايه مريحه شويه بالنسبه للاهلي. برضو انا مش فاهم ايه ليه هنا الخطيب لبس 12 ومحمد عامل لبس 10 للتمويه يمكن، بس يعني الخطيب كان اشهر من نار على العالم في افريقيا يعني فاهمني. وكسبنا كام؟ كسبنا 3 جونين الخطيب. 3 ايه؟ 3-0. جونين الخطيب وجون محمد عباس. مصطفى عبده لخالد جاب الله لمصطفى لخالد، برافو لمصطفى عبده، يلا مصطفى بره للخطيب، توقف لعبه وشاط الجول الثالث الخطيب. لعيب كان ماتش حلو قوي يعني، من الماتشات اللي الاهلي تألق فيها. الماتش ده الناس كلها رشحت الاهلي يبقى بطل افريقيا، قالوا خلاص الاهلي كده منمر على البطوله. لولاش طبعا الظروف اللي حصلت. ده بقى مقتل اختيار رئيس السادات والاهلي اضطر ينسحب. هو ناشد، هو الاهلي حاول ان هو يأجل. هو كان ماتش مصر كان هنلعب فريق جزائري اسمه جيت زي اوزو. خلي بالك احنا كنا بننطقها غلط. انا دخلت على مواقع جزائريه طبعا وعرفت ان هي ما اسمهاش جيت تيزي اوزو، هي اسمها جيت تيزي ويزو. بالظبط النطق الجزائري مظبوط بالظبط. تيزي ويزو دي ولايه في الجزائر معروفه. بعد كده اسم الفريق بقى شبيبة القبائل. ايوه. على فكره تيزي ويزو ده بقى اياميها كان الحارس سرباح بيلعب في الفرقه دي، وكانت فيها منتخب الجزائر كان جامده. وبعدين هم رفضوا تأجيل الماتش. اولا كان في علاقات مصريه مقطوعه مع دورة الالعاب ومن غيره من ايام معاهده السلام. كان الماتش الاولاني هنا في مصر والثاني هناك. فطبعا لوجيكلي كده الاهلي طلب ان يبقى الماتش الاولاني هناك، هم رفضوا. ايوه قالوا لا مش عايزين وتمسكوا بالموعد، فالاهلي قرر الانسحاب. بس البطوله دي كانت مضمونه 5000%. بس طبعا وكنا واخدين دوري وكاس محلي وكنا نجمع ما بين الثلاث بطولات. وبعديها ثاني سنه كسبنا بقى الحمد لله، ربنا كان شايلها لنا ثاني سنه الحمد لله 82. كانت البدايه بقى انطلاقه الاهلي يعني.